استعرض بن كيران مشاعر الارتباط العميق التي تجمعه بالمواطنين، بالإضافة إلى التحديات التي واجهها في سعيه لتحقيق تطلعاتهم. وقد سلط الضوء على الآمال الشعبية الكبيرة التي تنشد إصلاحات شاملة في مختلف المجالات. ناقش بن كيران موضوع الأجر مقابل العمل، وكيف أثر هذا الموضوع بشكل كبير على توازن المجتمع المغربي. يعتبر هذا النقاش محط جدل واسع في الساحة السياسية، نظراً لتداعياته العديدة على الاستقرار الاجتماعي. تطرق بن كيران إلى الآثار السياسية والاجتماعية للإضرابات التي شهدها المغرب، مشيراً إلى أهمية معالجة هذه المشكلة لضمان استقرار الحكومة. فقد كانت الإضرابات شائعة بصورة ملحوظة خلال فترة حكمه. في هذا الإطار، ناقش المتحدث كيف انتهت الإضرابات في المغرب تقريباً، لكنه أكد أن هذا لا يعني عدم حدوثها في المستقبل إذا ما توفرت مبررات حقيقية تدعو لذلك. تحدث بن كيران عن تجربته مع المعاش التكميلي الذي يتلقاه الوزراء، مشيراً إلى الفروقات الملحوظة في الأجور، حيث حصل بعضهم على مبالغ أكبر بشكل واضح من الآخرين. ذكر المتحدث بعض التفاصيل حول كيفية تدبيره لمصاريفه خلال فترة البطلة، مستعرضاً التحديات التي واجهها في إدارة نفقاته اليومية. تأثير القطيعة على العلاقات الشخصية يبقى موضوعاً حساساً، إذ يتناول الحديث كيف يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد فترة من الانفصال. كما يتحدث عن مشاعر التوتر التي قد تصاحب الخلافات، مما لا شك فيه أن التحديات التي يواجهها الفرد عند انعدام التواصل مع الأصدقاء أو العائلة تعد من الأمور الحرجة، حيث يمكن أن تؤدي هذه العزلة إلى مشاعر القلق والانفعال. تتجلى أهمية الاعتراف بالخدمات التي يقدمها الأفراد في المجتمع، حيث يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على مكانتهم. وفي هذا السياق، يشدد المتحدث على الحاجة الملحة لتقدير الجهود المبذولة. يتحدث المتحدث عن علاقة عائلته بالسياسة، وخصوصاً كيف كانت والدته تشارك في الأنشطة السياسية خلال مراحل مبكرة من حياتهم. كما كان للحزب دور كبير في حياتهم اليومية. يصف المتحدث تجربة الاعتقال والضغط النفسي الذي تعرض له خلال تلك الفترة الصعبة، ويؤكد أنه لم يكن مستعداً للاعتراف بأسماء أخرى تحت التعذيب. يتناول المتحدث أحداث اغتيال عمر بن جلون، وكيف أثرت هذه الأحداث على الوضع السياسي في البلاد. كما يتطرق إلى المظاهرات التي نظمت في أعقاب هذا الحادث الأليم. يتناول المتحدث التأثير النفسي والمعنوي للتعذيب الذي تعرض له الأفراد في السجون. هذه التجارب أدت إلى إدراك أعمق للظلم الذي يتعرض له الناس في تلك الظروف. يسلط المتحدث الضوء على أهمية التواصل بين الأفراد في السجون، وكيف ساهم ذلك في بناء قناعاته. ويتحدث عن الثقة التي وضعها في بعض الأشخاص الذين شاركوه تلك التجربة. يتطرق المتحدث إلى الفروق بين الأنظمة السياسية وكيفية تعاملها مع الحركات الإسلامية، ويوضح أن بعض الأنظمة كانت أكثر عنفاً من غيرها، مما أثر على طبيعة العلاقة مع هذه الحركات. يتناول الحديث العلاقة الشخصية بين بن كيران وعبد الله بها، مسلطاً الضوء على كيفية تأثير التفاعلات بينهما على سير العمل. كانت هناك لحظات من التفاهم والتنازلات المهمة بينهما. تأثير وفاة عبد الله بها على الحكومة والقرارات السياسية كان واضحاً، فقد كان له دور كبير في توجيه السياسات الداخلية وخلق استقرار بين الوزراء. الغياب المفاجئ لعبد الله بها استغل في الانتخابات، مما أثر على نتائج الحزب بشكل واضح، إذ شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد المقاعد مقارنة بالسنوات السابقة. تأثير الضغوط الحكومية على النواب البرلمانيين كان واضحاً، حيث تم استخدام كافة الوسائل لإجبارهم على دعم القانون. هذا الضغط يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي السائدة. القضية المتعلقة بالتطبيع كانت لها تداعيات كبيرة على العلاقات الخارجية، حيث أثر توقيع الاتفاقيات على التواصل مع الأصدقاء في الخارج. هذا الأمر أثر سلباً على سمعة المغرب. تشديد المواقف السياسية من قبل الأحزاب المختلفة جعل الوضع أكثر تعقيداً،
حيث أصبح التحالف مع الفرقاء السياسيين ضرورة لتشكيل الحكومة. هذا يعكس هشاشة النظام السياسي المتواجد. تمت الإشارة إلى أن نظام المقسط يحدد أسعار المحروقات من قبل الدولة، مما يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي. لذا يتطلب هذا النظام تحسيناً لمراقبة الأسعار بشكل أفضل. تحتاج الحكومة إلى توفير وسائل رقابة فعالة لضمان الشفافية في العمليات التجارية، إذ أن عدم وجود هذه الوسائل يعقد الأمور ويؤدي إلى سوء إدارة الأموال. تناول النقاش دور الحكومة في معالجة قضايا المحروقات، بما في ذلك التأثير على الميزانية العامة. ومن الضروري أن تكون هناك استجابة فعالة لتحديات السوق الحالية. إن تقديم الدعم المالي للمستثمرين يعتبر من أهم شروط نجاح المشاريع وفقاً للجنة المعنية. هذا الدعم يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين الجدد. توجد تحديات واضحة في المنافسة بين المستثمرين في السوق المغربي. لذا، يجب على المستثمرين تقديم عروض مميزة للحصول على الدعم من اللجنة وتحقيق النجاح في مشاريعهم. تأثير النظام الملكي في المغرب واضح على استقرار المشاريع الاستثمارية. فالملكية توفر بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتعزز الثقة بين المستثمرين. توضح المناقشة كيف أن النساء غالباً ما يواجهن صعوبات اقتصادية بعد فقدان الزوج، مما يؤثر على استقرارهن النفسي والاجتماعي. لذا، تبرز الحاجة إلى إصلاح القوانين ذات الصلة. يتم التركيز على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بالميراث لضمان عدم حرمان المرأة من حقوقها، إذ أن التوازن في توزيع الميراث يعد أمراً حيوياً لمستقبلهن. تستعرض المناقشة أهمية دور القضاة في تحقيق العدالة والمساواة في قضايا الميراث، مما يسهم في تعزيز حقوق المرأة في المجتمع بشكل عام. تاريخ العلاقات بين المغرب والجزائر وكيف أثرت الأحداث السابقة على الوضع الحالي. فهناك حاجة ماسة لفهم السياق التاريخي لتحديد كيفية المضي قدماً. تأكيد أهمية الحوار الداخلي في الجزائر ودعوة الحكومة إلى التواصل مع المواطنين، إذ يجب أن تكون هناك استجابة حقيقية لمطالب الشعب في هذا السياق. يتم الحديث عن شخصية سياسية معينة وتأثيرها الكبير على المشهد السياسي. كيف يمكن لسياسات الأفراد أن تؤثر على العلاقات بين الدول في سياقها العام؟ يتناول المتحدث العلاقة بين الملك ورئيس الحكومة، موضحاً أن الملك هو من يمتلك الصلاحيات الحقيقية، ويسلط الضوء على دور الملك كمؤسسة مركزية في السياسة المغربية. يشير المتحدث إلى أهمية الالتزام بالقوانين الداخلية للحزب وكيف يجب احترامها عند الترشيح، وهذا يعكس القيمة القانونية التي ينبغي أن تعطى في العملية السياسية. تتناول النقاشات تأثير الإعلام على السياسة وكيف أن بعض الشخصيات تعارض التحكم السياسي. يشير هذا إلى وجود تعددية الآراء في الساحة الإعلامية والسياسية. تحدث بن كيران عن أهمية النقد السياسي وأثره الفعال على الحكومة، مؤكداً أن النقد يجب أن يكون بناءً وليس مجرد معارضة من أجل المعارضة. استعرض بن كيران ملامح القيادة السياسية في المغرب، مشيراً إلى دور الشباب في قيادة الحزب وتطويره بما يتناسب مع تطلعات المجتمع الحالية. ناقش بن كيران التحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، معبراً عن تفاؤله بمستقبل الحزب رغم كل الصعوبات التي تكتنف هذا الطريق.